وبركاته. اهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. كابتن عصام الحضري طبعا كلنا عارفين انه حارس مرمى كبير جدا والسد العالي واسطوره بصراحه، دي حقيقه. لكن في حاجات برضو يا جماعه، الكوره مش موهبه بس، معاها الاخلاق. الحضري بيقول لك احترافي في سويسرا كان كوبري عشان عايز اروح نادي الارسنال الانجليزي. ماشي، كل ده كويس، بس هل انت احترفت بطريقه رسميه؟ هل انت رحت بطريقه رسميه؟ لا، انت سافرت وهربت من الاهلي في عز احتياج الاهلي ليك، في عز احتياج الاهلي للبطولات. انت هربت من الاهلي ودلوقتي جاي بتطالب ان الاهلي يسامحك. على اساس ايه؟ انت اتخليت عن النادي اصلا، والاهلي عمره ما بيتخلى على اولاده. انت اتخليت عن النادي اصلا، والاهلي عمره ما بيتخلى عن اولاده. بدليل في سنه من السنين يا كابتن صالح سليم قال لك دول يا جماعه الستة دول صعب يكملوا مع الاهلي. كان منهم علاء ميهوب. عارفين علاء ميهوب اول ماتش لعبه ضد الاهلي عمل ايه؟ جاب جون وما كملش الماتش لانه جري على جماهير الاهلي وقعد يعيط والجماهير سقفت له، والاهلي احتضنه بعد كده وكمل في اداره الاهلي. عمر الاهلي ما بيتخلى على اولاده، بس اللي عمله الحضري صعب يتنسي طبعا. اللعيب الحريف بتاعنا نجم خط الوسط عمرو السولية ذو الاخلاق العاليه بيقول لك يا جماعه من احسن المدربين اللي عندهم خطط وتكتيك عالي موسيماني. قال لك موسيماني كل تعليماته وكل كلامه منساق لاتجاه واحد بس، وهو التكتيك في الملعب. بيقول لك من اول ما دخل اوضه اللبس وهو بيدينا تعليمات، واول حاجه قالها لنا انا عارف كل لاعب فيكم وعايزين نبدا نشتغل بتكتيك مختلف خالص عن الفتره اللي فاتت. فهو بيقول لك ده مدرب يا جماعه 90% تكتيكي جدا، بس يمكن الظروف ما خدمتوش شويه، لكن هو رائع. نجم الاهلي بيرسي تاو بدأ في قصه مشاكل مع الاهلي. مع الاسف الاهلي عايزه ان هو يرحل بالتراضي في اول يناير، واللاعب مصر ان هو يكمل عقده لانه في مستحقات ليه $500,000. والجديد بقى ان الزمالك بيفاوض اللاعب، لكن اللاعب طلب رقم جامد جدا $1,100,000 عشان يروح نادي الزمالك. على فكره يا جماعه بيرسي تاو لعيب كبير جدا وحريف، بس الامور مش ماشيه معاه. ليه؟ الله اعلم، بس في حاجات كتير. لكن اللاعب عنده الموهبه دي حقيقه، اللاعب كويس جدا، ونتمنى ان هو ينهي مشواره مع الاهلي كويس، لان الاهلي دايما ما يحبش يخسر اي نجم من نجومه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.